نسمع كثير عن الفنادق المسكونة، مثال فندق البتراء اللي موجود في وادي موسى بالأردن، أو فندق اللي موجود في دلهي بالهند، أو سياتل الأمريكية. لكن في فندق بالإسكندرية ما حد كان داري عنه، واللي حاول يسوي التغطية عليه ما أعتقد أنه عدت على خير ما نهاية. سعد هو صحفي ومصور بالأساس، عنده مشروع بالسوشيال ميديا أنه يحاول يغطي أغلب الفنادق اللي عليها كلام، فكان دائما يروح هناك ويوثق هذا كله على أساس أنه يسوي دوكيومنتري كامل وتالي يعرضه. لما سمع عن الفندق اللي موجود بالإسكندرية، فندق على ما خانتني الذاكرة، فندق وادي الملوك اللي موجود في الإسكندرية مثل ما ذكرت، حب انه يروح له، خصوصا ان هذا الفندق ما في ذيك الكميه من المعلومات. وصل الاسكندريه، الفندق قديم، فندق عادي ما في اي شيء. لما كلم الريسبشن، كلم الرجال مال الريسبشن وقال له انا سمعت عن الفندق 1 2 3. قال له شوف، الناس دائما تشتكي من غرفه رقم 9، ما حد يسكنها للامانه. اذا انت تحبها وتاخذ عليها ديسكاونت كيفك، شيء يرجع لك. قال هو قاعد يبتسم حقه. فعلا اخذها وراح للغرفة. لما وصل سعد للغرفة وحط أغراضه، فابتدأ أنه يطلع أغراض التصوير اللي هو الترايبود وكذا، وكأنه بيشغل لايف ويبتدي يتكلم مع جمهوره أن أنا وصلت وكذا إلى آخر الكلام هذا كله. تعرفون هذا الإحساس لما تحسون في أحد قاعد يراقبكم طول الوقت؟ كان قاعد يحس بهذا الشيء، بس يعني نقولوا انه هو متعود انه يروح هذه الفنادق، فهو متعود على هذا النظام او هذا النوع من الاحساس. فاول ما حط الكاميرا قدامه وشغل الكاميرا وابتدى تصوير، لاحظ المنظر اللي وراه كأنه فيه ظل. خاف، طالع ورا، الظل هذا مختفي او كأنه كيان يختفي. لما انتبه لهذا الموضوع شنو قال؟ قال هو بيحط الكاميرا تالي وقت النوم، وبيطق الريكورد، وبيسجل المنظر طول ما هو نايم. صحى من النوم، شغل الكاميرا، ولا يشوف في أحد بالمنظرة هو يشبهه لكن أكبر منه بكثير، شعره أبيض، وبلش يصب عليه دم، وقال له بشكل مخيف: الله أعطاك 5 أيام وهذا مصيرك. من عقبها سعد ما حد يدري وينه.